بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتشرت بعض الادعاءات التي تشكك في نسب جرهم بن قحطان، مع أن هذا الأمر ثابت في كتب الأنساب والتاريخ، ولأن الأمانة العلمية تقتضي الرجوع إلى المصادر الموثوقة، فإننا في هذا الرد سنوضح الحقيقة إن شاء الله، مستندين إلى ما ذكره علماء النسب والتاريخ. في بداية الأمر نرد على النقاط التي ذكرها أحد الإخوة. أولها رواية ابن عباس. ذكر الأخ أن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن جرهم كان في السفينة مع نوح عندما أنجاه الله تعالى من الغرق. أقول أولا قد رد صاحب الرواية على الرواية، فقد أظهر الأخ الرواية الموجودة عند البغوي، مع أنه في الهامش يظهر أنه أخذ الرواية عن الطبري، وقد رد الطبري نفسه على هذا الكلام وقال: ولم يحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله. ثانيا، الرواية نفسها فيها ضعف، فترى أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الرواية مقطوعة السند، وذكر أن ابن أبي حاتم ذكرها موصولة، وترى في الهامش عند ابن أبي حاتم في تفسيره أن الرواية فيها ضعف من جهة أبي نهيك، وكذلك حسين بن واقد الخراساني قد ضعف واتهم بالتدليس، فقد استنكر الإمام أحمد بن حنبل حديثه. أما استدلاله بكتاب سبائك الذهب استدلال ضعيف جدا، لأنه في الصفحة التي بعدها مباشرة ترى أن السويدي يذكر جرهم بن قحطان، وأنهم هم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية، فهذا يعني أن السويدي يرى أن هناك جرهم الأولى وجرهم الثانية، تفسيرا لرواية ابن عباس الأولى إن صحت. وأدلته على أن جرهم من العماليق كلها ضعيفة. ونبدأ أولا بمعنى اسم جرهم، فقد استدل الأخ استدلالا خاطئا ضعيفا ويقول: لأن جرهم في اللغة هو الرجل الضخم، كما قال ابن منظور في لسان العرب: وجراهم عظيم. أما في الحقيقة لو فتحت كتاب ابن المنظور في نفس الصفحة ترى أنه قال أن جرهم سمي عن رجل جرهام، أي جاد في أمره. أما الفاكهي فكلامه لا يحتاج ردا عليه، فهو يرى أن جرهم ابن ملك من الملائكة تزوج من امرأة من العماليق. وقولك أن الرسول يبعث في نسب قومه وما إلى ذلك، فقد جاوب الأخ الكيال جوابا كافيا شافيا ولا حاجة للتكرار. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر على حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه.